نكمل كلام الانبا مكاريوس. وفي سفر المزامير داود النبي يقول قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى اضع اعدائك موطئا لقدميك. لما اليهود انتبهوا في بدايه القرن الاول ان ده مزمور مسياني وانه يشير الى حوار بين اقنوم الاب واقنوم الابن، قالوا لا ده غلط. النقطه دي خطيره جدا، دي بترد على المسيحيين اللي طلعوا قالوا لا ده معناها قال الرب لسيدي. ركزوا يا شباب، الكلام ده مهم قوي. قلنا لهم طب ايه الصح؟ قالوا الصح ان قال الرب لسيدي الملك داود. صباح الفل. يعني معنى كلام الانبا مكاريوس ايه؟ ان النص اللي بيقول قال الرب لسيدي ده نص وحش، اليهود عليهم حرفوه، لكن النص هنا هو الصح اللي بيقول قال الرب لربي. اليهود الوحشين حرفوا في الكتاب وخلوا النص بيقول قال الرب لسيدي، بس النص ما بيقولش كده، حاشا، النص بيقول قال الرب لربي. عشان المسيحيين اللي طلعوا اصله لا ده النص بيقول في النص مش عارف العبري والنص ايه قال الرب لسيدي. لا يا فندم ده تحريف من اليهود. انه يشير الى حوار بين اقنوم الاب واقنوم الابن، قالوا لا ده غلط. قالوا لا ده غلط. قلنا لهم طب ايه الصح؟ قلنا لهم ايه الصح بقى؟ قالوا الصح ان قال الرب لسيدي الملك داود. رد عليهم السيد المسيح نفسه وقال لهم ماذا تظنون في المسيح ابن من هو؟ فقالوا له ابن داود. فقال لهم فكيف يدعو داود بالروح ربا؟ اظن مفاجاه، مش احنا اللي بنقول، لا مين اللي بيقول؟ الانبا مكاريوس اسقف، مش جايبين والله حاجه من عندنا. رب بيكلم رب، ربين يا فندم.